والنهاردة جايبالكوا الخضار السوتيه، لكن مش أي سوتيه، بغطا الإيزي كويك. تعالوا نشوف السوتيه الحلو ده. تشكيلة كبيرة من الخضار. جبت غطا الإيزي كويك اللي هو التسوية على البخار، وزي ما انتوا شايفين الخضار أنا مش حاطة فيه أي سوائل، وركبت الأوديو ثيرم وظبطت الابليكيشن على 7 دقايق بعلامة البخار. بس أنا هنا هظبط الأوديو ثيرم الأول. عطاني علامة اللحمة، علامة 60 اللي هي إعادة تسخين الأكل سابق التحضير، وبعدين علامة البخار. هوصلهم ل7. هو في ناس ممكن يتناسب معاهم 5، وممكن 6 و7. أنا بحب 7، بالنسبة لي بتكون مناسبة يعني. هنا أنا كنت مركبة الغطا على الهوت بان 24. الهوت بان 24 2 لتر دوت. كان مناسب لكمية الأكل اللي أنا بستخدمها، لكن أقدر أستخدم الغطا مع الأواني قطر 24 أو قطر 20. هنا خلاص الوقت عدى، وبفتح الغطا. الكاوتشة اللي هي بتبقى على حرف الغطا بتكون محكمة جدا. افتحها، بصوا بسم الله ما شاء الله، سوى مثالي. الخضار عبارة عن ايه؟ كان جزر وكوسة وبطاطس وذرة وفاصوليا وقلقاس، في حتة قلقاس وفاصوليا خضراء وذرة. مش عايزة اقول لكم، بصوا مفيش اي سوائل، يعني السوى كان على السوائل الداخلية اللي في الخضار. احلى خضار سوتيه. الخضار تحفة تحفة، والالوان كأنها ما تعرضتش الخضار للحرارة، لان حافظ على كل الفيتامينات بتاعته، وتسوية رهيبة. بصوا الجزر مستوي ازاي، الذرة مستوي، الكوسة، كل حاجة. طبعا الكوسة اكتر حاجة بتاخد سوى قليل، فشيء طبيعي انها كانت تستوي. لكن لو قارناها مع الجزر، مع البطاطس، ومع القلقاس اكيد، ومع الذرة والبزلة، ازاي كل ده استوى مع بعضه في وقت واحد؟ ده طبعا حكمة الأواني والقاعدة الذكية الموزعة للحرارة حسب الحاجة. زي ما احنا شفنا الذرة والبزلة تم تسويتهم